أستاذة نجلاء الودغيري، كفنانة وكإعلامية كذلك، نبغي تعطينا واحد صورة على شخصيتك بعد ما عطيتينا على الموطن ديالك كقنيطرة. بغينا نعرفوا شكون هي نجلاء الودغيري، نقربوها من واقعها إلى السادة المتتبعين ديال هذه السلسلة الحوارية. شكرا على هذا السؤال. اش غنقول لك؟ نجلاء إنسانة اللي هي بسيطة جدا، أحب البساطة، أحب التواضع، إنسانة اللي ما كتبغيش تبين وتبرز شنو عندها ولا شكون هي، ولا دائما كنمشي كما كيقولوا بعض الاخوان كيقولوا لي دايره كرتيله عامره، ولكن كتمشي غير الحيط الحيط. كنشكرهم من هذا المنبر هذا، راهم عارفين راسهم شكون. كفنانه انا ابتديت الفن، والفن تخلقيت الا بغيتي تقول به، لدرجه ان الاسم الحقيقي تعطالي على اسم فنانه كبيره سموني عليها، وكانوا كيتمنوا انني نكون انا فنانه، والحمد لله ربي استجب لهم. الدعاء هذا خرجت فنانه، وعطاني واحد القسط من الصوت اللي اشتغلت به الحمد لله. الاسم نجلاء الودغيري طبعا هو اسم فني اللي كنشتغل به، واللي انا يعني تشهرت به. اشتغلت كمطربه منذ يعني نقول لك السبعينات، وانا كمطربه كنشتغل في المدارس، في عيد العرش، في الافراح والمناسبات ديال العائلات. من بعد منين كبرت، انت الكل عارف المغاربه بان احنا العائلات ديالنا كيكونوا محافظين. منين كتكبر البنت كيقول لك لا، داك الميدان ما تدخليش، ما هذه فيه المشاكل، حبست. لكن من بعد الزواج ديالي بزوجي بالعكس، هو كيحب الفن، وهو اللي فتح لي ثاني الباب باش نكمل ونعطي في الفن الطربي اكثر واكثر، لدرجه انني وصلت اني بديت كنكتب كلمات وكنلحنهم، والحمد لله. وعندي ألبوم ولو انه مازال ما انتشرش، ولكن ان شاء الله غيشوف النور يوما ما حتى يجي الوقت ديالو ان شاء الله. واشتغلت خارج المملكة المغربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اللي كان لهم كل التقدير والاحترام، لأنهم كيحترموا الفن وكيعرفوا المعايير ديال الفنان، وكيعطيوه واحد القيمة كبيرة كبيرة بزاف، اللي هما زادوا شجعوني أنني نزيد نشد في هذا الفن الطربي. من بعد ما رجعت البلد ديالي والمملكة المغربية الشريفة اللي كنعتز بها، فين ما مشيت وفين ما كنمشي كنرفع الرايه ديالها والحمد لله. رجعت كفنانه ممثله فقط، ما كانوش عارفين بانني كنغني، عارفيني فقط ممثله مسرحيه. من بعد عاد عرفوا بانني مطربه وممثله كذلك. اجتهدت، والحين على مستوى التمثيل عندك حتى اعمال تلفزيونيه كذلك لا نجلاء؟ ياك اكيد استاذي، مشاركات تلفزيونيه. عندي مشاركات بسيطه، وكنوجه تحيه للمخرجين والقائمين على هذا المسلسلات اللي اعطوني فرصه انني نبان على الشاشه التلفزيونيه بالمملكه المغربيه. الحمد لله. كما قلت لك انا مازال كنشتغل ومازال كنخدم وكنجتهد باش نوصل ان شاء الله للمبتغى، ولو اننا عمرنا ما نوصلوا، دائما كنبقاو طموحين. دابا دخلت في تاليف مسرحيات، تاليف افلام قصيره، وكذلك اخراج، وان شاء الله كاينين اعمال اللي غادي نشوفوهم ان شاء الله قريبا. في ختام هذا اللقاء لاله نجلاء، ذكرتي على انه كانت عندك تجربه في الامارات، نبغي نعرف منك الشعب الإماراتي كيف يتفاعل مع الشعب المغربي، خاصة وأن المشاركة الإماراتية في المسيرة الخضراء كانت على مستوى عالي جدا، بمشاركة ولي عهد آنذاك الإمارات ورئيس الدولة حاليا. صحيح أستاذي الغالي، نقطة مهمة جدا أن الشيخ محمد بن زايد الله يطول في عمره كان من الشيوخ، وحتى الوالد ديالو الله يرحمه الشيخ زايد بن سلطان، اللي كانوا دائما يعني أوفياء ودائما أصدقاء وإخوة للمملكة المغربية الشريفة مع المرحوم الحسن الثاني الله يرحمه ويوسع عليه. فيوم كنت عايشة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الحمد لله عندي أصدقاء وصديقات من كل الشرائح الإماراتية، أنهم كيحترموا المغاربة إلى قدر ما تصوروش.
يعني غير تكون أنك محترم، تكون بأنك مثقف، تكون بأنك ماشي يعني كتقدم يعني قيمة مضافة نعم. أكيد كيحسوا بها. نعم. كيحسوا بها وكيعطيوك القيمة ديالك مضوبلة، ماشي غير القيمه ديالك اللي كتستحقها، كيعطيوها لك مضوبله. نعم. وكيرفعوا من شانك. الناس اللي كيحبوا المغاربه بزاف، اللي كيحترموهم بزاف، اللي اش غنقول لك، ناس طيبين، شعب طيب كثير 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 كثير. نعم. أستاذة نجلة، شكرا جزيلا لك، ونتمنى أن نلتقي بك في حوارات أخرى، ونعد متتبعين على أن هناك مفاجآت مع الأستاذة نجلة الودغيري.